لو أنت من الأشخاص اللي دايماً مشتتين ومش عارف تركز على الحاجة اللي هتفيدك وسايب الحياة تجيبك وتوديك، فالفيديو ده ليك. سنة 1897 لاحظ المفكر الإيطالي باريتو إن 80% من المحصول بتاع الحديقة بتاعته قايم على 20% بس من المزروعات، وإن 80% من الأراضي مملوكة ل 20% بس من السكان. ولاحظ المبدأ ده في حاجات كتيرة قوي، وهو ده اللي وصله لاستنتاج 80-20. يعني المبدأ ده بيقول إن 80% من النتائج بتيجي من 20% بس من الأسباب. وتقريباً إحنا بنقابل المبدأ ده في كل جوانب حياتنا، سواء على المستوى الشخصي أو حتى المستوى الدولي. يعني أنت ممكن تلاقي إن 80% من دخل دولة بيكون قايم على مورد واحد أو موردين للدولة دي، أو ممكن تلاقي إن 80% من مبيعات شركات قايمة على 20% بس من المنتجات. وعلى المستوى الشخصي هتلاقي إن 80% من إنتاجيتك خلال اليوم بتكون بسبب 20% بس من نشاط أنت عملته. طيب أنا أقدر أستفيد إزاي بالكلام ده؟ مبدئياً كده لازم تبقى عارف إن وقتك غالي. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، بس استخدامنا لل 24 ساعة دول بيختلف من شخص للتاني، وللأسف معظمنا مش بيستخدم وقته بالكفاءة المطلوبة. في فرق ما بين إنك تكون مشغول وما بين إنك تكون منتج. مش بالضرورة إنك لما تشتغل أكتر إنك هتاخد نتائج أحسن، لأن الفكرة مش أخدت وقت قد إيه، الفكرة عملت إيه في الوقت ده. طيب برضو مش عارف أطبق ده إزاي في حياتي. هقولك، ركز على ال20%. دور على صاحبك اللي لما بتقعد معاه بتحس إن الدنيا بخير ودايما في أمل، واشتغل على إنك تزود من جودة علاقتك معاه. دور على الحاجة اللي لو عملتها أو أكلتها هتفرق في صحتك، وزود منها وركز عليها. دور على المهارة في شغلك اللي لو عملتها وتعلمتها هتعلي من قدرك ومكانتك. لما تركز على المهارات والأشخاص المهمين في حياتك هتلاقيك لا إرادياً كده قادر تحدد أولوياتك في يومك وفي حياتك كلها. يعني الحاجة اللي هتسعدني، الأشخاص اللي بحبهم. المبدأ ده لما هتدخله في حياتك هتلاقي نفسك وصلت لمرحلة إنك هتنجز أكتر بمجهود أقل. يعني هتوفر على نفسك الوقت والجهد في تفاصيل كتير قوي في حياتك. بس كده، أعاننا الله وإياكم.